مشاهدي قناة المتوسط، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار التلفزي الذي يجمعنا اليوم بالسيد عبد الوهاب معطر، وزير التشغيل والتكوين المهني. سيد الوزير، أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء. أهلا بك وبجميع مشاهديك في هذه القناة الناشئة التي نرجو أن تكون يعني متألقة إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله من خلال متابعتكم لها تكون متألقة. في البداية كما نعلم ويعلم الجميع أنه التحوير الوزاري أخذ مسلسل طويل نوعا ما، هل أنتم معنيون بهذا التحوير؟ نعم، يعني أنتم تقصد شخصي يعني؟ طبعا. نعم، أولا بالنسبة للتحوير الوزاري هذا يعني فعلا هو كان مسلسل، وأتمنى صادقا أن يكون غدا هو الموعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة. بقي أني هل أنا شخصيا معني أم لا؟ هناك مسألتين. أنا وجودي في الوزارة وفي الحكومة كان في رؤية العامة وفي رؤية الناس الذين يعرفونني كان هو استكمال لمسيرة نضالية. يعني احنا وجودنا في الحكومة كقيادة في المؤتمر الجمهورية وكمناضلين سابقين ومقاومين وكنا خارج هامش الحياة السياسية، وجودنا في الحكومة ليس فيه أي غنيمة، بالعكس هو فقط متابعة ولوضع جديد نريد أن نساهم فيه للتأسيس لتونس. هذا أولا. ثاني شيء، هل أنا شخصيا معني بهذا التحوير؟ أقول أنا أستطيع أن أفيد بلدي في أي موقع معناتها أكون فيه. بقي أن من خلال التقييمات التي وقعت لمختلف الوزارات والإنجازات التي يلمسها يعني الناس العارفين بقطاع مثلا التشغيل والتكوين المهني، فأن هناك شبه إجماع على أن في مستوى الطاقم الحكومي أن هذه من الوزارات الناجحة وناجحة جدا، لأنها حققت أشياء يعني مهمة ومفيدة. وبالتالي لست معنيا بهذا التحوير، علما بأن قبول الوزارة في ذلك في نوفمبر الفائت في 2011 كان يعني بسبب أساسي، وهو أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تتمثل في العديد من التحديات، ولم يكن ثمة معناتها أشخاص عديدين مترشحين لها، وقبلتها من أجل هذا التحدي. وأنا في مستواي الشخصي يعني أعتبر أنني كسبت الرهانات التي وضعتها على نفسي منذ فبراير 2012. يعني أفهم من كلامك وكأنك لك الضمانات الكافية ستوصل على على هذا المنصب، ستحافظ على هذا المنصب. شوف، أنا ما نحكيش على الضمانات، يعني كأننا نريد أن يعني نتمسك بهذا المكان. يعني ما زالت المسيرة في هذه الوزارة بالنسبة إلي متواصلة، وما زالت الأعباء وما زالت المسؤوليات وما زالت يعني كل المشاكل يعني سأتحملها فترة أخرى، لأن الفترة السابقة كانت معاناة وإنهاك وإرهاق دائم، وأنا مستعد من أجل هذه الثورة، من أجل العاطلين على العمل، من أجل الاستحقاقات هذه الكل، أنا مستعد معناتها مواصلة مهامي في هذا. لكن في نفس السياق سيد الوزير، في كم من مرة لوحتم بالاستقالة. نعم، يبدو لي هكذا. نعم، لكنكم لبثتم في مجال. لأنني سيد الكريم ونحن هكذا صنعنا، يعني لا نستطيع أن نترك القارب قبل أن يصل إلى مرساه. وصحيح أن في طوال المدة الفائدة هناك العديد من المشاكل التي تشجعك على الاستقالة، علما بأنك أنت في الوزارة لا تغنم شيء، بالعكس أنك أنت تخسر العديد من الأشياء. الشيء الذي يجعلك باقي في الوزارة وهو هذا الشعور المعنوي الحاد بالمسؤولية. ولأن معناتها لوحنا بالاستقالة سواء لأصدقائي وحتى في مستوى الحكومة، كان ناتج يعني لأن هناك العديد من التعطيلات والعديد من المشاكل، ولا تجد كوزير يعني أدوات التي يعني تريد أن تضعها حتى تحقق الأهداف المنشودة والتي تبتغيها. وهذا ناتج إلى يعني الجو العام الخارجي عن الحكومة من جهة أولى، لأن أعتقد أن قضية التشغيل غير مفهومة في الرأي العام التونسي. هذا يعني وخاصة وقت اللي عددنا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، استدعينا الأحزاب واستدعينا الجمعيات وعملنا خبراء، لكن ظهر أن الناس أجمعين يعني عندهم قضية التشغيل قضية معناتها كل الناس تحكي على التشغيل، لكن ما هي الإجراءات؟ كيف نتصرف؟ ماذا نفعل؟ نجد أن هناك فقر كبير في هذا الاتجاه. وطبعا هذا كان سبب من أسباب، يعني أنا طموح وأطمح إلى أن أوفر يعني أكثر ما يمكن من الاستجابة لطلبات العاطلة على العمل هذايا، خاصة شبابنا المعطل واللي هو قاعد يعني تحت
نيران البطالة، يعني أطمح إلى أن أوفر لها أكثر ما يمكن من فرص التشغيل، من فرص الخدمات، كذلك في التكوين المهني. لكن للأسف الشديد هناك العديد من المعطلات الموضوعية والمعطلات أيضا الناتجة عن العمل الحكومي، والمعطلات الناتجة عن المجتمع المدني وعلى الأحزاب وعلى طبيعة المرحلة اللي تمر بها البلاد، تجعل أن فعلا في بعض الأحيان تحس بالإحباط. دعني أقاطعك سيد الوزير، سيأتي على كل هذا. ولكن أنت في معرض حديث ذكرت الاستراتيجية الوطنية حول التشغيل التي قدمتمونها في أواخر العام المنصرم. أسألك هنا، من قام بتلك الاستراتيجية؟ هل هي برنامج حزب أم برنامج حكومة؟ فعلا هي اسمها هي الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. لماذا هذه الاستراتيجية؟ أولا وسأبين لك أنها لا تكون لا هي للحزب ولا هي للترويكا ولا هي للحكومة الحالية، وهي ستكون للوطن عموما ولا أي حكومة تأتي فيما بعد. الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أن قضية التشغيل قضية عالمية. اليوم أنا اليوم برك نقرأ في إسبانيا نسبة البطالة 22%، في فرنسا تقريبا ب 13%، في تونس 17%، في تونس أصبح أقل من 17%، كانت 18.9% لما تحملنا عباءة هذه الوزارة. قضايا التشغيل أصبحت قضية معقدة، ولا يمكن حل هذه إشكالية البطالة بقرارات ارتجالية وبدون توجهات عامة وبدون إجراءات كلية جماعية. يجب أن حزمة من الإجراءات يجب أن تضعها وتفعلها. ولذلك فلا بد، ما دام هذه مشكلة، وأنا أقول أن مشكلة التشغيل ومشكلة البطالة هي مصير الثورة التونسية مرتبط بها، وبالتالي لابد من رسم المسارات العامة وجعل قضية التشغيل تحظى بالأولوية وتكون في قلب كل القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولهذا فإن قلنا يا شعب تونس، يا حكومة، أي حكومة مش تأتي، إذا كان أردتم أن نؤمن الثورة من جهة نقضي على البطالة، فلا بد من نرسم الطريق، وهذا الطريق فيه العديد من المحطات، وهذه هي تتسمى الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية الوطنية التشغيلية لمدة 5 سنوات. لا تصور الحكومة مش تبقى هذه ولا الحزب معين، ولذلك فإن هي مشروع وطني. وبالإضافة لذلك ما عملهاش حزب، ما عملتهاش الوزارة فقط، ما عملتهاش الحكومة، احنا كان الأساس فيها هو التشاركية. شاركنا المنظمات المهنية سواء أعراف أو نقابات، شاركنا العطاء العمل، شاركنا المجتمع المدني، شاركنا الأحزاب، شاركنا أعضاء المجلس التأسيسي، شاركنا الإعلام، شاركنا كل إنسان. وحتى في الأخير الإجراءات المحددة في الاستراتيجية هذه وقع التوافق عليها وتحديدها باش الناس كل تتملك هذه الاستراتيجية وحتى تحرص على تنفيذها. والحمد لله الحكومة وافقت على هذه الاستراتيجية يوم 11 جانفي، وبدينا في التفعيل فيها في الإجراءات. وقريبا إن شاء الله سنطرح على المجلس التأسيسي قانون توجيهي للتشغيل. ما معنى قانون توجيهي للتشغيل؟ يعني قانون كما نعمل قانون توجيهي للتعليم العالي، قانون توجيهي للتكوين المهني، لازم نعمل قانون توجيهي للتشغيل باش نلزم كل حكومة جاية وكل معناتها أدوات الدولة باش تخلي قضية مكافحة البطالة في أولوياتها، وما تاخذ حتى إجراء في مستوى الجبائي، في مستوى الاستثمار، في مستوى التعليم، في كل المجالات، إلا ويبدأ مكون الكومبوزونت فيها هي التشغيل. أي إجراء إلى أي حد يساهم في تقليص البطالة. هذاك علاش هي استراتيجية ماهيش نتاع حزب وطني من الجمهورية أولا، وما هيش نتاع الحزب أي حزب آخر، هي للوطن وللعاطلة على العمل. وأنا لاحظت أن حتى العاطلة على العمل وجدوا في أنفسهم، لأن هذه الاستراتيجية كانت في عهد شفافية، في عهد أن ما عادش فما تابوات. قلنا منوال التنمية في تونس هذا منوال مدمر، وهو لا ينشأ إلا البطالة ولا ينشأ إلا الفقر، وبالتالي يجب تغيير هذا منوال التنمية كامل. وقت تقول تغير منوال التنمية يعني مش تغير الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية والسياسة الداخلية كلها، هذا الكل يلزم يتغير، لأن منوال التنمية السابق أدى إلى البطالة وأدى إلى الثورة. قلت حتى العاطلين على الأمل شاركوا في هذه الاستراتيجية وأدلوا بآرائهم، ولكن نعرف أنه اتحاد المعطلين على العمل، يعني اتحاد المعطلين أصحاب الشهادات لوديسي رفض هذه ولم يشارك. لا شوف، هو لم يشارك، هو اختار إخصاء نفسه. أولا لوديسي يعني احنا نحترمه ونحترم منظمين. انا شخصيا القيادات نتاعهم كنت في سنه 2008 و2009 لما قاموا بحركه نضاليه في شارع الحبيب بورقيبه وربطوا انفسهم في عمود الكهرباء بالسلسله، وكنت محامي، كنت معهم في ذلك الموقع. معناتها كنا في معناتها خضم النضال مع بعضنا، الا انه
هذه الجمعيه ما هيش هي الجمعيه الوحيده. اولا احنا لاحظنا خلافا لان عمك عنده حضور اعلامي، لان ممكن اوراها معناتها بعض الجهات اللي تدعم، هذا ممكن، لكن العديد هناك اغلبيه العاطله على العمل ما همش منضمين للجمعيه هذه. هذا بمعنى ان الجمعيات شاركوا في الاستراتيجيه. بقي اليو دي سي، لماذا لم يشارك؟ عملنا معه لقاءات وشارك، وعندنا محاضر شارك في بعض المحطات، الا انه للاسف الشديد يعني يريد منك انك تاخذ يعني الاقتراح نتاعو. اذا كان ما خذيتش الاقتراح نتاعو وخذيت اقتراح اخر جاء من طرف اخر ولا جاء وفاقيا، هما يرفضوه ومعناتها ويحتجوا ويخرجوا. يعني ثم عمليه نريد هذه الحلول مسقطه، ورغم ذلك احنا استدعيناهم وللان ايدينا مفتوحه لهم ومستعدين نتعاملوا معهم، لكن عدم تشريكهم لا يعني ان العاطله على العمل ما شاركوش. بالعكس، هناك رابطه العاطله على العمل، هناك اتحاد المحرومين من العمل، الى غير ذلك. عندنا مجموعه كبيره هي التي شاركت في جميع الورش، وهذه الاستراتيجيه مش 3 ايام، راهي بدات من فيفري انتهت في جوان معناتها الاعمال التحضيريه، وبعد من جوان حتى تقريبا 17 ديسمبر وقعت الصياغه. هذه كلها كانت لجان تعمل، وكانوا في عاطله على العمل. لي دي سي حضر في بعض المحطات لكنه لم يحضر في الكل، خلافا لما يقول انه ما شاركش. هو شارك، لكن الافضل هو هل له هذا لي دي سي ياخذ الاستراتيجيه يقول فاش ينتقدها، اعطينا شنو الاشياء اللي ما تعجبكش فيها الان وهاتها ونشوفوها، اعطينا بدائل. هذا هو المهم. طيب، هذا هو المهم. قلت أن هذه الاستراتيجية على مدة 5 سنوات، ما الضامن أن هذه الاستراتيجية تنفذ عندما تأتي حكومة أخرى ويأتي أحزاب أخرى؟ ما هو الضامن للعاطل على العمل حتى يضمن استمرارية أو تنفيذ هذه الاستراتيجية؟ نعم، بارك الله فيك. وهذاك علاش منذ حين نربطوا بالسؤال نتاعك، منذ حين قلت لنا هذه استراتيجية نتاع حكومة، ما هي استراتيجية وطنية. لو تطلعوا عليها، وأنا أرجو أن لما أقول أنا طرحت السؤال، هي استراتيجية حكومة أم استراتيجية حزب؟ أنا قلت لك لا، استراتيجية حكومة، هي استراتيجية وطنية. بمعنى إيش؟ بمعنى أن المجتمع المدني والعاطلة على العمل والأحزاب السياسية المختلفة وكل مكونات الحراك السياسي يجب أن تتبناها. لماذا؟ لأن فعلا لو كان تطلعوا عليها أنتم وتعملوا أنتم مثلا بلاتو في قناتكم حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ستجد أن هي أعطت حلول لا يستطيع أحد رفضها. ولهذا السبب فأن الضامن لهذا، أولا أنا قلت لكم باش نعملوا قانون توجيه، قانون مش يدوم معناتها لتنفيذ الاستراتيجيه. وثاني حاجه يلزم المجتمع المدني والعاطله على العمل يتشبثوا بها ويطالبوا بتنفيذها من طرف اي حكومه تجي. واي حكومه تحب تخرج على المسار نتاع الاستراتيجيه هذه ستؤدي، وهذه موجودين في السيناريوهات الاستراتيجيه، ان الخروج وعدم تنفيذ الاستراتيجيه يعني اذا تفاقم البطاله. وبالتالي لمنع تفاقم البطاله يجب على المجتمع المدني والعاطلة على العمل هذوما انفسهم هم انهم يلتفوا حول الاستراتيجيه ويدفعوا نحو تنفيذها، وهذا هو الضمان. هذا هو الضمان. نعم. الاكيد انه استراتيجيه فيها ارقام. نعم. وفي افق 2017 نعم. تقريبا كم سنجد من عاطل العمل وكم ستوظف نعم. الدوله سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو في القطاعات الخدمات الأخرى تقريبا. نعم. يعني المعدل تقريبا على مستوى الأرقام. نعم. شوف، احنا من التجربة السنة هذه على الرغم من الصعوبات، وقت اللي خذينا الوزارة كانت نسبة البطالة 18.9%. في أوت 2012، في أوت يعني مازال ما كملناش ديسمبر، في أوت 2012 المعهد الوطني للإحصاء، ماهيش إحصائيات الوزارة، خرج قال نسبة البطالة انخفضت تقريبا ب2 معناتها 1.9، يعني ولات 17%. هذا ما في ظرف 9 أشهر هذا. وقالت أن اللي وقع تشغيل يفوتوا 74,000 في هذا العام في 9 أشهر هذا. بالإضافة لذلك ثم المناظرات اللي تعملت في الوظيفة العمومية، ولهذا السبب فإننا سيقع تشغيل ما لا يقل بالنسبة لسنة 2012 ما لا يقل عن 100,000 يعني عاطل على العمل. به إذا قلنا ما هي الإجراءات اللي اتخذناها في سبيل أن نجعل من كل سنة يعني 2013 2014 2015 2016 2017 يقع تخفيض نسبة البطالة الحالية بنقطتين. وحددنا هذا الهدف، وهو هدف متواضع وهدف معناتها نحاولوا باش كنا فيه مع كامل الاحتياط، ما نحبوش نعطيو ارقام اللي ممكن تتجاوز قدرتنا. يعني طبعا مراعاة بالوافدين الجدد. نعم طبعا، مالا كيفاش ماهوش طبعا انا نعطيك الوافدين الجدد. المشكله نتاع منوال التنميه، احنا منوال التنميه السابق في عهد النظام المخلوع كان يشغل في العام بمعدل 50,000
بينما القادمين الجدد هم تقريبا يفوتوا 90 أو 100 ألف في العام، وذاك الفارق بين 50 ألف وال 100 ألف اللي يجيوا ثم 50 ألف يتراكم. احنا في الاستراتيجية طبعا خذينا باش يجيوا كل عام، معناتها كل عام حسبناه واللي عندنا موجود تو، ويلزم بهذا المعنى نخفضوا نسبة المعدلات البطالة نقطتين في كل سنة، وبذلك نكون في سنة 2017 تحت 10%. و10% نسبة بطالة في أي بلاد هو عادي جدا وهو معقول، وهو معناتها أمر لا مندوحة فيه. يعني تقريبا اليوم قداش عندنا من احنا عندنا حسب في اوت لان ما عنديش الاحصاءات راهي خارجه على الوزاره. في اوت 31 اوت 2012 قال المعهد الوطني للاحصاء اللي عندنا 655 ألف عطلة على العمل، 655 ألف عطلة على العمل، منهم تقريبا 155 ألف حامل شهادة تعليم عالي. هذا هو، هذول 655 ألف أنا نتصور توا مش يكونوا في ديسمبر أقل، باعتبار العدد كبير خاصة من حامل شهادة التعليم العالي مش يدخلوا للمناظرات، وبالتالي فإن حاليا يعني الناس تحكي على 800 ألف و700 ألف، لكن الواقع هذه الإحصائيات اللي عندنا هي أقل بكثير، علما بأن سيدي الكريم وهذه من المفارقات في عندنا في البلاد. في نفس الوقت عندنا هذا الكم الهائل من العطلة على العمل، عندنا قطاعات إنتاج، يعني تقريبا 13 قطاع في حاجة إلى اليد العامة ولا تجدها. هناك عملية عزوف عن العمل في بعض القطاعات المهنية. والمعهد الوطني لرؤساء المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عمل معناتها دراسة أثبت فيها أن هذه القطاعات 13 حاجتها ب 120 ألف معناتها عامل اليوم وهنا. يعني احنا في 155 ألف نستطيع إذن أن نشغل 120 ألف منهم اليوم، لكن ثم عملية عزوف عن العمل، وهذه مسألة معقدة ناجعة على أسباب عديدة يعني ما هو ممكن نحكي فيها فيما بعد. ولكن في نفس السياق قلت هناك قطاعات نعم تستدعي يد عاملة، ولكن المشكل انه ما ثماش يد عامله تتجه لتلك القطاعات. نعم. ما تركك في وقت من الاوقات انك طلبت من العاطلين العمل لتحقوا لجني الزيتون. نعم. شوف واثارت هذه لا شوف، مساله جني الزيتون انا ما هيش كبديل للعمل الدائم. الفكره اللي جات نتاع جني الزيتون هو اننا كانت عندنا صابه زيتون معناتها استثنائيه هذه السنه، والسيد وزير الفلاحه في مجلس الوزراء قال راهو احنا سنضطروا في مدة شهرين و3 شهور هذوما، معناها من نوفمبر حتى لديسمبر، من اكتوبر لديسمبر صابة الزيتون، حتى نجني هذه الثروة راه سنضطر يمكن إلى الجيش الوطني. وكنت وقتها في مجلس الوزراء قلت اخوة علاش مجلس الوطني؟ احنا عندنا عطلة على العمل، هات نخدموهم الشهرين و3 في نفس الوقت، يعني مدة شهرين و3 في نفس الوقت يعني يجموا يستطيعوا ياخذوا معناتها العمل هذاك ولو هو معناتها موسمي وجزئي، لكن يستطيعوا ان يرتزقوا نوعا ما ويكونوا اجره لمده 3 اشهر احسن من اللي بطاله. من هنا جات دعوه الى جميع العاطلين عن العمل، قلنا باش يلتحقوا بهذا ومش ولتشجيعهم على ذلك، لان نعرفوا ثم عزوف على العمل الفلاحي، اعطيناهم احنا بالنسبه ميزانيه على ميزانيه وزاره التشغيل، اعطيناهم معناتها بعض الامتيازات. جات فيما بعد حامل الشهادات العليا، يعني حامل الشهادات العليا اللي موجودين واللي قادرين على انهم خير ما يقعد في القهوه ويقعد يمشي معناتها ياخذ من عند بوه المصروف والى غير ذلك 3 شهور، هذا قلنا لماذا لا يشارك في هذا المجهود الوطني اللي هو اولا وطني، وثاني حاجه يستطيع ان يكون عنده معناتها يحصل معناتها مبلغ مالي معين يمكن يحتاجه. وفي هذا الاطار معناتها دعونا الناس الكل كما ثم موظفين يمشيوا لجني الزيتون، ثم ناس يعني اللي تلقاه يخدم معناتها كل الناس تشارك في هذه الحمله، قلنا هذه حمله وطنيه ولازم الناس الكل تشارك فيها. للاسف الشديد الاعلام وبعض العاطلين عن العمل ردوا هذا برنامج الحكومه وهذا برنامج وزير التشغيل، وما بقاش باش يخدمنا. انا خدمت لك 100,000 السنه، اللي ما خدم عمره ما وقعت في البلاد 100,000 يخدموا في العام الا السنه، ومعناتها وكيف نعيط نقول لك يجي اخدم معناتها بصفه استثنائيه لانقاذ صابه زيتون تردها هي برنامج حكومه وان هي عز ولا غير ذلك، نقول هذا من باب المزايدات. وهذه المشكله في تونس، قضيه التشغيل للاسف الشديد، وعلى الرغم من اننا حاولنا اقصى ما يمكن ان نبعدها عن التجاذبات السياسيه ونخليها فعلا مساله وطنيه تلم الناس الكل بدون تجاذبات بدون تزايد، للاسف الشديد ثم اطراف ما زالت معنا تمشي في هذا الاتجاه هذايا واللي هو يضر بقضيه التشغيل. لانه ما ضرنا، انا شخصيا كنت حامل لدكتوراه في القانون ومتخرج من المجلس القومي للاداره ومتخرج سجين سياسي سابق، اشتغلت
كل الاشغال الممكنه اللي كان الواحد تجي تقول له اليوم اجى احمل اشكاره معناتها حمال تخدم حمال، خدمت حمال لاني خير من مد ايدي وخير من اعمل على الدوله، وخدمت في البني وخدمت في الفلاحه والى غير ذلك. هذه العقليه اللي لازم تعملنا. بناء تونس ما تكون الا بقيمه العمل، وقيمه العمل لا مفاضله في العمل. راهو كل من يعمل ويكسب رزقه حلال فهو لذلك له معناتها كل الاحترام. مهما كانت الشهاده نتاعك، اذا كان ما لقيناش الخدمه اللي تحبها تو اخدم وقتيا حاجه اخرى حتى لين يلقاو لك الخدمه اللي تحتاجها. وهذه من المشكلات الكبيره. ان اليوم في تونس كما قلت لك ما معنى احنا نقولوا عندنا 650,000 عطل على العمل وعندنا قطاعات تحب 120,000. لو كان خدموا 120,000 راهو ولاو عندنا معناتها العطل على العمل يهبطوا الى ما تحت معناتها 500 يولوا 530,000 فقط، وهذا عنده قيمه. وفي نفس الوقت تلقى معناتها مؤسسات اقتصاديه تبعث لك، انا كوزير تشغيل تبعث لك تقول لي نحب نستورد العمال في قطاعات، في الموبيليا، في الجلود والاحذيه، في النقل واللوجستيك، في برشا قطاعات، في اللحام، في كذا، يقول لك نجيب لك من الصومال ويجيب من تشاد ويجيب كذا. هل هذا معقول؟ هذاك علاش قلت ان الاستعانه باليد العامله الاجنبيه وخط احمر في تونس، يلزم الناس تخدم. لماذا يستعينون باليد العامله الاجنبيه؟ لأنه ما لقاوش في هذه المجالات، نعم. الحداده والصناعه. نعم مثلا أليس أنتم تشرفون على التكوين المهني؟ موجودين، لكن ثم لكن الناس ما تحبش تخدم، موجودين. مراكز التكوين المهني اللي هي مبدئيا يلزمها تخرج الناس هذوما، مش ما يقولوش خاطر ما عندهمش اختصاص، لأن الناس ما تحبش تخدم. أنا أعطيك مثال، في قطاع الجلود والأحذية، في قطاع الموبيليا، الغرفة الوطنية نتاع الموبيليا حاجتها عاملين اتفاقية معها باش تحب تنتدب تقريبا 39,000 شخص. باهي هذول لازم نكونوه، ثم المكونين. صدقني يا أخي أن كل أجهزة الدولة في المستوى المعتمديات وعملوا بوق ويدوروا بالحارات وبالقهاوي باش يجيبوا الناس باش يتكونوا، وما لقاوش، ما يدخلوش يخدموا، ما يحبوش يتكونوا في هذا الاختصاص، لأن التونسي اتعلم يحب حاجة يكتب ويحب حاجة مرتاحة وإلى غير ذلك. هذا موجود، هذا واقع معروف نلمسه في كل وقت. أنت شوف البناء، تو في البناء معناها اللي طاقة تشغيلية كبيرة، ثم تو بعض المؤسسات معناتها تقول لك راني أنا يا ما تعطيني معناتها الخدامة، ولا راني أنا عندي عقد مع الدولة طالب تأخير الإنجاز. ولكن ثم من يفسر هذا العزوف باعتبار أنه هي معناها مسالك توظيف هشة صحيح وبأجور زهيدة بالضبط. وهذا علاش أنا بكرة قلت لك علاش العزوف هذا. العزوف فما أولا العقلية ما زالت قيمة العمل كقيمة ما زال ماهوش متطور في بلادنا، لازم نطوروه، نرجعوا إلى الزخم الحضاري والثقافي اللي يقدس قيمة العمل. هذا أول شيء. وثاني حاجة الناس علاش تعزف أيضا؟ خاطر فعلا كما قلت عمل هش موسمي وأجور مش ماهيش واحد. لهذا السبب ايش عملنا احنا تو باش نقضيو على ذا؟ عملنا إجراءين. الإجراء الأول عيطنا لأصحاب المقاولات وأصحاب الأعراف وأصحاب ما يسمى الغرف التجارية، قلنا لهم أنتم تشتكيوا، اعملوا معنا مجهود، وفروا لهؤلاء عقد عمل محترم ما يسمى عمل لائق، واحنا مستعدين كوزاره نساهموا في هذا. ودخلنا وعملنا اليات في صندوق الوطني للتشغيل باش يولي اللي يخدم في الموبيليا ولا في الجلود والاحذيه ولا في النقل ولا في البناء يعطيه ياخذ الاجره نتاعه من عند صاحب العمل، واحنا مستعدين نضيفوا لهذا الشيء. التكوين المهني هذا القطاع يبدو فيه إشكاليات كثيرة خاصة على مستوى التجهيزات والآليات، وأخيرا على ما أعتقد صرحتم أنه وجدت فيه فساد. ما هي استراتيجية الوزارة في هذا الخصوص؟ والله احنا عملنا مؤتمر وطني حول إصلاح منظومة التكوين المهني، ومنظومة التكوين المهني أنا قلت أنا وجدناها في حالة خراب، أنا نقولها ونعودها، ونحن بصدد تأسيس المنظومة الصحيحة في التكوين المهني. للأسف الشديد الناس ما تحكيش عن التكوين المهني، تحكي عن التشغيل، بينما التكوين المهني هو مفتاح التشغيل. التكوين المهني لو كانت تشوف الموارد العمومية التي أنفقت على 135 مركز تكوين مهني تجدها أن أموال طائلة سواء من الداخل أو من المساعدات الخارجية، لكن في مستوى المراكز والتجهيزات والمكونين والنتائج تجدها أن لا نسبة ولا مناسبة. يعني ناهيك نعطيك مثال، يتكلف علينا المتكون اللي نكونه في مركز تكوين مهني أغلى من الطالب اللي يعمل 5 سنوات ويقرأ عنا عام ولا عام ونص، الكلفة نتاعو أغلى. ليش؟ لأن الناتج تم وجود فساد كبير
فساد مالي، فساد اداري، فساد معناتها بيداغوجي. احنا عملنا مؤتمر وعملنا خريطه طريق لاصلاح هذه المنظومه ولمقاومه كل جيوب الفساد فيها، واحنا تقدمنا بخطى كبيره. ومثلا نعطيك احنا بالنسبه للسناء عاده كل مركز تكوين مالي في السنوات السابقه يوفى الميزانيه نتاعو ويطلب فلوس، يزيد فلوس عليه، ما يسمى ميزانيه اضافيه، وهو ماشي للفساد الكل. السنه في 2012 ميزانيات مراكز تكوين المهني الكل معناتها رجعوا لنا فلوس، يعني ما انفقوش الميزانيه، يعني وبالتالي استطعنا ان نحد من اسباب الفساد ومن هذا النهب المتواصل. ونتصور في 2013 وضعنا تطبيقه اعلاميه، وضعنا دليل اجراءات لمنع اي شيء الفساد ولارجاع تألق للتكوين المهني، وارجاع الصيت باعتباره انه هو قطاع استراتيجي. راهو ما فماش تنميه في تونس، ما فماش تنافسيه اقتصاديه، ما فماش يعني نهوض كامل بالاقتصاد. لذا كان ما فماش تكوين مهني له قيمه، وتكوين مهني معناتها فعلا يستجيب للحاجيات الموجوده للمؤسسه الاقتصاديه ولتطور التكنولوجيا. وذاك علاش انا ادعو بهالمناسبه كل العائلات التونسيه، كل الاسر التونسيه على تشجيع اولادهم للتكوين المهني، باعتباره انه مش تكوين المهني بمفهوم اللي هو فقط عمليه انتشال للتعليم الثانوي والتعليم الابتدائي. راه التكوين المهني حتى متخرج من الجامعه يلزم يتعدى على مركز التكوين المهني، لانه باش يكسب الكفاءه ويكسب القدرات التطبيقيه اللي تخليه مباشره يمشي للمؤسسه. خاصه انا ناخذه حتى بالنسبه للاختصاصات الكبرى والباهيه. يعني احنا في الدراسه اللي حكيت لك عليها بكري نتاع المؤسسه العربيه لرؤساء المؤسسات، يقولوا ان 7 على 10 من المؤسسات التونسيه الكبرى اللي هي مهيكله، 7 على 10 يعني 70%، عندما تنتدب اي خريج من حتى من التعليم العالي من احسن الشعب لا تبدو راضيه على مردوده في السنتين الاولين، بمعنى ان هناك عمليه طلاق، هناك عمليه عدم تناسب بين التعليم والتعليم العالي والتربيه والتكوين المهني واحتياجات المؤسسه. وهذاك علاش احنا توا عملنا شراكه كامله مراكز التكوين المهني من هنا فصاعدا، نكونوا باش نشغلوا مباشره، ونكونوا طبق احتياجات القطاع هذاك اللي حاجته بالانتاج. وهالقطاع هذه عن طريق الغرفه التجاريه، الغرف المهنيه هي التي تشارك في التكوين وتشارك في الاشهاد. وفي هذا الاطار عملنا على هامش المؤتمر نتاع اصلاح منظومه التكوين المهني عملنا اتفاقيه اطاريه مع اتحاد الصناعه والتجاره باش تولي التكوين المهني يخدم مباشره قطاع الانتاج. وقطاع الانتاج عنده التزامات حول التكوين المهني، اولا باش يضمن لنا تشغيل هؤلاء الناس، ومش تشغيلهم كيفما اتفق، تشغلهم لكن باجور معقوله، بعمل معناتها ما يسمى الاجر اللائق. وثاني حاجه طاقات وكفاءات تكون معناتها فعلا نبذ بها العالم في هذا الاتجاه، والتونسي قادر على هذا. والتونسي قادر على هذا. سيد الوزير، كذلك في كم من مرة اشتكيتم من المنوال التنموي، ولكن هذا المنوال التنموي المعتمد تمكن أو مكنكم من توظيف تقريبا 100,000 موطن شغل. لماذا تفسر هذا؟ باش نفسر، لأن احنا بدينا في تغيير منوال التنمية. أنت ما تنساش بجات 100,000 هذه أولا جات على قلب إجرائين ظاهرين تو وبخلاف إجراءات أخرى. إجراء أول في الميزانية نتاع الدولة نتاع الحكومة، رفعنا من ميزانية التنمية من 5400 مليون دينار، من 5200 مليون دينار إلى 6400 مليون دينار. ميزانية التنمية، تقول ميزانية التنمية يعني ثم أموال ستصرف في المشاريع الكبرى التي تستطيع أن تشغل. هذا أول شيء. ثاني حاجة، وزارة التشغيل ايش عندها هي؟ وانا كنت تسالني تقول لي انت قلت وزاره التشغيل ماهيش مسؤوله على خلق موطن شغل، لان فعلا ايش عندنا وزاره التشغيل؟ عندنا ما يسمى الصندوق الوطني للتشغيل، اللي يعرف المواطن التونسي يحكي صندوق 21 هذا قبل كان يحكم فيه المخلوع من غادي ويوزع فيه المنح على الناس لتسكينهم ولامتصاص الغضب نتاعهم عند البطاله. هالصندوق الوطني للتشغيل جي ايش عملنا السنه؟ كانت الميزانيه نتاعو تقريبا 100 مليون دينار، معناتها 100 مليار، رجعناه 520 مليون دينار. ولكن ايش قلنا ما عادش نعطيو ما يسمى المعالجه الاجتماعيه للتشغيل. شنو المعالجه الاجتماعيه؟ هذه الحظائر وهذه الاليات، والناس ما تخدمش تعطيها منحه وانت ماشي. كانت قبل ما كانش يشغلوا، ما كانش فعلا الصندوق الوطني للتشغيل كان يشغل الناس، كان يسكن معناتها ويهدأ من روع الناس ويعطيه منحه ويقول له اسكت. قلنا لا، ال 25 مليون دينار يلزمها تخدم التشغيل، وربطناها بالتشغيل. كيف؟ ولذلك عدنا هيكله الصندوق الوطني للتشغيل كله، الاليات نتاعو القديمه كنا حيناها، عملنا 4 اليات. الاليه الاولى هو ما يسمى صك، معناتها وهذه مساله تقنيه ما نعرفش هل يتسع صدركم باش نحكي لكم عليها، بإيجاز
بايجاز عملنا اربع اليات، واحده تتوجه للجهه لان الجهات المحرومه، يعني ولينا ما عادش صندوق الوطني للتشغيل التخم مش كل يصرف على الشريط الساحلي، قلنا كل ولايه نعطيوها كوتا نتاعها فلوسها اللي هي تصرف للتشغيل في تلك الجهه. هذا اول اجراء. ثاني اجراء خلقنا ما يسمى التشغيل الذاتي، يعني انسان تو مثلا تجي تمشي في القصيم ولا في تالي ولا في تطويل ما ثماش مؤسسات وين نستخدم، ما ثماش نعملوا له هذا، يلزم حل وقتي نعطيه امكانيه يخلق مشروعه الخاص ولزمنا نعاونوه في شنو ممكن الصعوبات اللي تعترضوا نحاولوا نذلوها له. النقطه الثالثه هو ان قلنا اي مؤسسه حاجتها باش تنتدب نعطيناها امتيازات جبائيه، وقت اللي على الفرد الاول تاخذ امتياز، الفرد الثاني تاخذ امتياز، الفرد الثالث تاخذ امتياز. شجعنا المؤسسات على انها تنتدب، واكثر من هذا اعطينا ما يسمى صك التشغيل، نعطيو نعاونوا يعني المؤسسه ب 200 دينار، لكن مقابل ان تشغل معناتها الشخص هذا مش شغله عام وتمشيه، لا ما عادش هذا كان ما يسمى السي في بي خدمه عام وسيبه، لا تعمل معه عقد شغل، وعقد الشغل هذايا دائم، ولكن احنا مستعدين نتحملوا جزء حتى لين معناتها المؤسسه تنهض من جهه اولى، وحتى العاطل على العمل السابق اللي تخلي المؤسسه يعني يتدرب ويستطيع انه فعلا يولي منتج. هذه هي الاليات، يعني ال 520 مليون دينار نتاع الميزانيه اللي رفعناها ولات هي مباشره تمشي للتشغيل المباشر، وهذا فقط في النسبه اللي اعطيناها لك. عندنا احصائيه ال 520 مليون دينار استطاعت ان نشغلنا 44 ألف عاطل على العمل بالأسماء. لكن بالرغم ما قلتم أنه تمكنا من توظيف 100,000 موطن شغل، رافقت هذا هي النسبة احتجاجات وعدم رضا، واعتبروها البعض أنها هزيلة جدا. نعم هي هزيلة. شوف هي هزيلة بمعنى كانت تحب بالمقارنة مع العهد السابق اللي يقولوا هزيلة. الإحصائيات تقول أن بن علي في كل السنوات في العشرية كاملة أحسن عام شغل فيه لمدة سنة هو عام 2007 شغل 60,000 فقط بالمقارنة، وبالتالي هي تقريبا اللي حققناه هو ضعف ما كان يتحقق. وهذا علاش أنا قلت حققت هذه الوزارة سنة عدد من المواطن الشغل التي لم تتحقق في تاريخها، هذا بالمقارنة. وبالتالي هذا كلامه صحيح، لكن وقتاش نقول هو ثم احتجاجات؟ لأن فعلا تعرف الثورة شنو هي؟ الثورة هي عبارة عن زلزال يقلب الأرض، وكل ما كان هناك يعني ساكت وكان كذا مش يخرج. وهذاك علاش احنا اليوم كنت تقول لي أنت شغلت 100,000 اللي كانوا في الأصل 750,000 بقى لي 650,000 قاعدين، يعني اللي شغلته منها يساوي 12%، مش كافي فعلا. لكن الموضوع كيفاش القضيه؟ الموطن الشغل راهو مش انزل على الزر تخلق موطن شغل، الموطن الشغل راهو يلزم استثمار ويلزم اليات كامله. وهذاك علاش احنا عملنا مجهود استثنائي هذا السنه وخلقنا 100,000 موطن شغل، وبالتالي كان تقارن بالسابق فهو كثير وهو استثنائي، كان تقارن بالاستحقاقات وبالطلبات والى غير ذلك، هذا نقول لك شويه. لكن لازم الناس تعرف اللي راهو ما فماش اعقد من قضيه التشغيل. ما هياش عمليه مش قضيه فلوس او نعطيك فلوس برا اخدم، ما تنجمش تخدم، لان التشغيل هو خلق ثروه وخلق موطن شغل قار تدر منه رزقك، يلزم استثمار ويلزم مؤسسات ويلزم كل هذا. وهذا طبعا مش يكون في منوال التنميه الجديد اللي مش يكون يعتمد على القطاعات محدده ويعتمد على كفاءات محدده وعلى خيارات محدده. وهذاك علاش لو كان التشغيل معناتها سهل، راهي مش امريكا وكندا وفرنسا واسبانيا الان هي نفسها تعتبر هذه مشكله المشاكل. قلت انه التشغيل ليس سهل، يعني مشكله التشغيل هي مشكله كبرى ويبدو ان تطرح على اولويات الناس الكل. هل فكرتم سيد الوزير في انه السوق الليبيه او الاسواق المجاوره كسوق للعماله التونسيه على الاقل على مستوى ظرفي، هل فكرتم في هذا ام ماذا؟ شوف سيدي الكريم، انا اقول أنا السوق الليبية والأسواق هذه تدخل في نطاق مكون في التشغيل اسمه العمل بالخارج. وأنا نقول لك في مارس 2012 في غرة مارس جانا الوزير الليبي. وزير الليبي عملنا معه اتفاقية تنص أولا أولوية انتداب التونسيين في ليبيا، أعطاهم الأفضلية في تحويل الأموال وفي الضمانات الاجتماعية. ليش؟ لأن ليبيا كانت في حالة إعادة أعمار بعد الثورة،
وجاي يقول لي الوزير الليبي يقول لي راهو كان ما تجيوش توا معناتها تاخذوا مكان كما الاردنيين والاتراك مش يعبيوا المصريين، وهذاك علاش عطينا الاولويه واعطينا الى غير ذلك. وقت اللي خرج حتى رئيس الجمهوريه قال راهو ثم امكانيه شغل في ليبيا، شردوا علينا قالوا وهذا هي التجاذبات، قالوا هذوم الناس يحبوا يتخلصوا منا يبعثونا لليبيا. يعني هذوم الناس هم نفسهم اللي يقولوا يمشيوا يحرقوا يشقوا البحر ويمشيوا يخدموا في ايطاليا، يعني يخدموا في خدمه معناتها بالمفهوم ما فماش تفاضليه بين العمل، لكن يخدموا في الاعمال معناتها اللي ما يخدملهاش الايطاليين الى غير ذلك. هنا يا اخي ثم عقليه موجود، الامكانيات العمل بالخارج موجوده، وخاصه ما نقولش بالخارج مع ليبيا ما نسميهاش هجره، راهي ليبيا جزء منا، راهو اللي يسكن في بنزرت ويخدم في تطاوين مثلا ابعد من اللي يخدم في صفاقس ويخدم في ليبيا، يعني هي امتداد، وبالتالي ثم امكانيات كبيره. يلزم التونسي يعني يحاول قبل ما يطلب من الدوله ان باش يلزمها تشغله يقول انا ماذا افعل؟ ماذا يجب علي ان افعل حتى استطيع ان اجد الشغل؟ وقتها في الحاله هذيك نبدلوا العقليه ونوليو نستطيع ان فعلا يمشي ليبيا يخدم لمده زمنيه معينه، يجمع شيء من المال ويرجع به باش يعمل مشروع يعمل شيء لهذا. انا نقول راهي المساله من الاساسيات في قضايا التشغيل هو تبديل عقليه التونسي اتجاه العمل واتجاه البحث عن شغل. للاسف الشديد هذا من الاشياء احنا الان في حاجه الى ثوره ثقافيه يلزمها هي تجي بعد الثوره السياسيه اللي تعملت. ثوره ثقافيه بدوا القيم نتاعنا في البلاد، بدوا القيم ونرجعوا للقيم الاصيله البناءه، مش قيم المزايده وقيم التشبيك ولا معناتها المزايدات. وهذاك علاش انا نقول اليوم ديما ونعاود نقول يا ناس راهي قضيه التشغيل كيف قضيه الاستقلال. راهو كيما الناس اجتمعوا الناس الكل من اجل استقلال تونس بنفس المجهود وضحاوا، راهي قضيه التشغيل كيف يلزمها تجمع الناس الكل والناس الكل تضحي من اجلها. ما هيش الدوله مسؤوله وحدها على التشغيل. وقت اللي انا عندي مثلا عندي مشاريع معطله في الولايات هذه المهمشه، يجيني المستثمر يقول لي باش نسكر المعمل اليوم، ولا انا عندي استثمار حاب نعمله لكن لقيت قطع طرق ولقيت حراك اجتماعي ولقيت معناتها تعطيلات اداريه ولقيت كل هذا باش تعمل الاستثمار. نعطيك قفصه مثلا، في قفصه رغم المحاولات اللي عملناها السي بي جي قبلت ما قبلت، لكن الناس الكل تحب تخدم في السي بي جي. علاش؟ ما فما مجالات اخرى لا، يقول لك طالما ما خدمتش فاني وقتها في الحاله هذه اظل على احتجاجي. امر مشروع انك تحتاج خاصه بعد الثوره، وامر مشروع انك صوتك توصله، لكن لازمك تعرف اللي الناس في الحكومه هذوما راهم ابناء الثوره وهما نفسهم هازين الحمل هذا. مانيش في حاجه انا باش يجيو يعتصموني قدام وزاره التشغيل باش يطلبوني بكذا كذا، انا حامل هم هذا، حامل هم. المشكله هو شنو الاليات لازم نلقاوها؟ شنو هي الاعمال؟ وهيك علاش يلزم تحويل قضيه المطالبه بالشغل من عنصر تعقيد الى عنصر حل. تحويل العطله على العمل من عنصر معناتها لتعقيد المشكل الى جزء من حل هذا المشكل. طيب الكلام هذا ينجم يسمعوه كل العاطلين العمل، ولكن هو يقول لك على الارض انا محتاج اليوم الى شغل. وانا لا انازع في ذلك، انا محتاج اليوم الى شغل كما انا محتاج اليوم ايضا. يعني بعباره اخرى الكلام هذا يمكن يدرس على 5 سنوات او على زمن قادم، ولكن الناس تنتظر في شغل. لا تنتظر في شغل، لكن ليس هناك حل سحري اليوم وهنا، خاصه بالنسبه للتشغيل. ما وراء كل مسائل هي، اما بالنسبه للتشغيل تتصور انت عندنا 650 ألف عاطله على العمل مش نشغلوهم في عام، وين مش شغلهم؟ لو كان عندي اماكن شاغره وعندي امكانيه التمويل وعندي مشاريع معناتها ظاهره على الارض وقاعده تنتعش عليها، شنو المانع؟ ما عندناش مواطن شغل معناتها حاجبينها. التشغيل مش يكون وقت اللي ثم نهوض اقتصادي، وقت اللي فما مؤسسات قاعده تعمل، وقت اللي فما امن اجتماعي، وقت اللي فما كل انسان يحب يخدم، مش يحب يقعد معناتها يخدم ما يجد ما يتاح له، مش يخدم ما يريد والا ما يخدمش. هذا هو. وبالتالي ما فما حتى دولة كل واحد يقول لك اليوم انا نحب نخدم. ايه باهي تحب تخدم صحيح تحب تخدم، لكن اعطيني الحل باش انك تخدم. الحكومه هذه زي ما تخدم الناس الكل، عندها الامكانيات
عندنا اماكن معناتها موجوده وحجمنا على الناس، نقول لا. وهذا معناتها الطلب هذاك علاش هو اللي ناس يعني اللي تحملوا في العهد البائد معناتها عذابات ولا غير ذلك، ولكن لم يكن يسمع صوتهم. اليوم راهو قضيتهم مطروحه، واحنا بكلنا كحكومه وكوزاره التشغيل الى غير ذلك كل يوم ليلنا ونهارنا نحاولوا نوجدوا الحلول. وهي حلول هذاك علاش لازم تكون جماعيه وما تكونش معناتها بالتعجيز، ويلزم تلقى لي توا خدمه والا نمشي نحرق روحي ولا نمشي نعمل كذا كما يجيو ناس يسمعوا. ما باليد حيله، ماذا بيا عندي خدمه نعطيها لك. طيب من هنا الافق 2013 ماذا تقول للمعطلين العمل؟ شوف احنا في سنه لو تبعث لهم برساله طمأنة ماذا تقول لهم على مستوى الارقام؟ شوف على مستوى الارقام انا في فيفري 2012 قلت 100,000 سأشغل، وحتى كان بعض الوزراء من زملائي بما فيهم السيد رئيس الحكومه كان يشك في الموضوع، قال ياسر خاطر يمشيوا طريقه مقاربه قديمه من وائل التنميه قداش 1% قداش يعطي الى غير ذلك. ثبت هذا مش صحيح. نقول بالنسبه ل 2013 هذا، وهذا نقوله لاول مره عندكم انتم، احنا بالنسبه لي نحط البار بما يسمى التقديرات الحذره. سنشغل ما لا يقل عن 150,000 في 2013، وعملنا اليات وخطه عمل موجوده في الاستراتيجيه مش نستعملوها، وبالتالي احنا نقول مش نشغلوا 150,000 في هذه السنه 2013، وهو قلت بالتقديرات الحذره. وانا متاكد اللي معناتها اللي اذا كان الامور مشات بطريقه معناتها ما تكونش اتعس من السنه الماضيه معناتها نتجاوز هذا العدد. ونحب نطمن العاطلين على العمل اللي هم ابنائي واخوتي، وانا كنت عاطل على العمل مثلهم، قعدت مده عاطل على العمل، عاطل على العمل ونعرف معنى العاطل على العمل ماذا يقاسي. نقول راهو يلزم الاعتماد على الذات. اول حاجه اعتمد على نفسك، وعنك وحاول تبحث على نفسك على شغل. ما لقيت الشغل في مؤسسه اخلق مشروعك المهني الخاص، وراهو الانسان لما يسعى يجد. هذا اول شيء. اثنين، اعطي ثقه في الناس اللي قاعدين في الحكومه، راهم ما هماش لا هم عناصر فساد ولا عندهم باش يهزوا حاجه في جيبهم ولا هم قاعدين يحبوا الكراسي، راهو قاعدين ليل ونهار نخدموا. احنا الاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل اللي مربي ما خرجت من عروقنا نخدموا في تقريبا 18 ساعه في اليوم باش نحبوا نعطوها كهديه للثوره التونسيه 17 ديسمبر كما اتفقنا واعلنا عليها 17 ديسمبر 2012. نقول اذا اعتمد على نفسك. اثنين، اعطي ثقه في الناس اللي يعملوك، عاوننا بالحل. ولابد وش نقول لابد ايضا انك تفهم قضايا التشغيل شنو هي وتعطيها معناتها ما تستحقه من عنايه، واحنا مستعدين باش ناخذوا بيدك. وانا دوري في هذه الوزاره اللي هي ما حكيتليش شنو الوزاره وش قاعده تعمل ومعناتها الوزاره شنو صلاحيات. احنا عندنا شبه وزاره، ما عندناش وزاره التشغيل بالمفهوم الصحيح، يعني هذا عملها بن علي للتزييف. نقولوا احنا كوزاره هنا ايدينا مفتوحه ومستعدين نتفاعلوا مع كل الحلول، ونحن نسعى الى معناتها مساعده العاطل على العمل اقصى ما يمكن. وانا شخصيا قبل ما نسحش نفسي انا وزير في وزاره التشغيل، انا نحس بنفسي اولا بالذات انا معناتها رئيس نقابه العاطل على العمل، وهذا مارسته، يعني صوت العاطل على العمل في مجلس الوزراء في المنظمات الدوليه في كل بقعه نحب انا ادافع عليه، وانا ندافع عليه مفاعل، حققت لهم برشا مكاسب مش بالتظاهر. اما في مجلس الوزراء وفي المنظمات الدوليه وفي توزيع الميزانيه وفي كل اجراءات الواحد كنت انا بالمرصاد اين نصيب العاطل على العمل في تونس. هذا هو، وانا سأوصل على هذا بما امكن، واذا كان ثم شخص عنده اقتراح احسن فليتفضل، ما عندنا حد شيء، لان قضيه وطنيه ماهيش قضيه حكومه ولا قضيه شخص. شكرا لك سيد الوزير على رحابة صدرك. بهذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء التلفزي مع السيد عبد الوهاب معطر وزير التشغيل والتكوين المهني. نترككم إلى موعد لاحق تلفزيوني يجمعني بكم مع وزير الآخر وقضية أخرى.